لو مهتم بأخبار التطبيقات ووظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب، اشترك في القناة وأنا هقولك كل ده. الموسوعة الحديثة: لو كنت مسلم وغيور على دينك فما ينفعش ان انت اي حد يشير حديث على الانترنت فانت تاخد الحديث مباشرة من غير ما تتأكد منه الحديث ده حقيقي ولا لأ. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني انت حضرتك مسؤول عن كل حديث هتشيره لأصدقائك ويفتكروا ان الحديث دوت حقيقي، او الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لان انت نشرته، فهم واثقين فيك انت. اقتربت فحضرتك لازم صلاة ان انت العشاء. تهتم بكل حديث تسمعه، ان انت تتأكد منه ان هو صح ولا غلط. الموسوعة الحديثة والدرر السنية دي بتخش عليها تحط اي حديث يقولك الحديث ده ضعيف، موضوع، منكر، في حسن، في ضعف، مين اللي قاله، التسلسل بتاعه، كل حاجة بيقولها لك عن الحديث. فانت تقدر في الوقت ده تشير الحديث وانت مطمن. لكن في احاديث كتيرة جدا اتوضعت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعشان كده في لازم نتحرى الدقة عشان ما ناخدش ذنب عشان نشرنا حديث جميل مثلا، ما ناخدش ذنب عليه. التطبيق سهل وبسيط، حجمه 37 ميجا، محمله مليون مستخدم. لو ما كنتش تعرف التطبيق وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. هتلاقي لينك التطبيق في الديسكريبشن. وجزانا الله واياكم خيرا.